صباح الورد والفل والياسمين وأطباق ورق العنب الجميلة اللي بتخرج من عندنا كل يوم بالهنا والشفا. عايزة بس أرد على بوستات كده بتبقى سخيفة شوية. واحد يدخل، وغالبا معرفش بيبقى رجالة ليه، مش عارفة هم مدخلين نفسهم في الموضوع ده ليه. وخصوصا ان هم ما جربوش التعب بتاع الحاجات دي. حد يقولك هو اتكلف كام عشان يتباع بالسعر ده؟ لا، انا هرد على حضرتك، هو اتكلف كام؟ غير بقى التكلفة المباشرة والغير مباشرة والكلام ده، صحة الشخص اللي بيقعد يبذل مجهود عشان يعمل لك طبق زي ده، والأمراض اللي بتجيله اللي علاجها تكلفته أكبر بكتير من الفلوس اللي بتدفعها. فالشخص اللي بيقعد يعمل طبق زي ده، صدقوني ده على آخر اليوم تمن المسكن اللي هيشتريه عشان خاطر يخفف الألم اللي هو فيه بعد ما عمل المجهود ده أغلى بكتير من المكسب اللي كسبناه من طبق زي ده، وأطباق منه كتير كمان. خدوا بالكم يا جماعة، الناس اللي بتقعد تكتب بوستات هايفة وهبلة من باب أنا موجود وخلقت لأعترض، وأنا اللي ما حصلتش، اللي بكتشف الجشع واللي بحارب الجشع والناس الجشعة فوق. انت بتأذي بني آدم وبتأذي ناس تعبت واتطحنت عشان تطلع شغل زي ده. انت مش انسان واعي وبقى وفاهم وانت اللي جبت اللي ما اتجابتش. انت انسان ظالم. اي حد كمان بيفكر التفكير ده بينه وبين نفسه. مفيش حد جشع يا حبيبة قلبي، مفيش حد جشع يا استاذ. الحاجات دي تكلفتها مجهود وقطمة ظهر. لو كانت سهلة كانت المدام بتاعت حضرتك عملتها لك بسهولة، زي طبق البيض اللي بتعمله الصبح. يا رب بس الرسالة تكون وصلت. وهفضل اجاوب على الاسئلة دي كتير، لان انا عندي اجابات عنها كتير، بحكم اني بشتغل في المجال، وبحكم ان انا انسانة باكل اكل نظيف من بره، وعارفة سعر الاكل النظيف اللي متعوب فيه تمنه كام. فعمري ما هستغرب لو طبق زي ده اتكلف مبلغ وقدره. ليه اتكلف كده؟ عادي، ده طبيعي. هو ما بيتكلفش مبلغ وقدره، هو رخيص جدا بالنسبة للتعب اللي بيتعب فيه. وشكرا.